اورجانيك لاب هول. هنعمل لكل السامبلز اللي عندنا الاسيديتي تيست اللي هو صوديوم كربونات ووتر. معانا سامبل 1 نعمل تشيك تدينا سترونج ايفرفيسنت، فنحط كالسيوم كلورايد فما يديناش حاجه، فنلجا للسلفوريك اسيد والووتر بليت فيدينا وايت بريسبتيت، فنعرف اللي هو سيتريك اسيد. بس نسكت نتاكد برضو نحط كمان نفور فيعمل لنا ديكولرايزيشن ويتشل اللون خالص، فنعرف ان هو برضو سيتريك اسيد. وكده اتاكدنا منها مرتين. معانا صوديوم كربونات ووتر تاني ونحط سامبل 2 وبرضو هتديني سترونج ايفرفيسنت، فنروح تاني للكالسيوم كلورايد. اول ما يديني ملك ليكويد نعرف السامبل اللي كانت معانا انها اوكزاليك اسيد. يلا تعالي جنب اختك. وبعدين نروح نحط صوديوم كربونات تالت ووتر تالت ونحشر سامبل 3 في التست تيوب، ولازم نعمل تشيك عشان كلها تبقى تيزولف. ودلوقتي هحط فارق كلورايد عشان اعرف السامبل اللي معايا، بس حسيت بحاجه غريبه، مش دي الريزلت المتوقعه. فرحت اوري الدكتور، قالت لي لا غلط، قالت لي ان كده حصلت كونتامينيشن، المفروض ان انا اغسل التست تيوب كويس قبل ما اعمل اي حاجه. فعدت التجربه وفعلا طلع لي النتيجه اللي احنا عايزينها واللي هي ريد بلاد كلر. فوريتها للدكتوره قالت لي كده تمام وزي الفل. وكده الحمد لله يبقى خلصنا ال3 سامبلز. ودي برضو السكيما عشان لو حد عايز يراجع.